طبعا يا اخوتي تايكب زي سبب حقيقة كل ما فلت فضل الله سبحانه وتعالى له، لأنه حدث من حد بزح قنقاتات تفلت كينو الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أبوه ككل موتو لما طار جدا حزوم مسيم أو درس نخيل درس الذهب كله تاي مسيمه مجموعة من الروس مسيمه كم تاي كبروسيا مسيم زم سبات تاي لما يا شيخ نحنا طلبة ناتكاني نايلم ناتكا درس نايلم الشيخ ما يعني رأيه من كتب حجري هو ما يفلتني فإنه كما يعني بابي بيهركم لما قالوا نحن تتلمذنا على كتبك نحنا كتابتنا ناتكا كوفي نادر سنو وسنيرنا تحت ودوات تحبينا كله تدروس هو وزن بركة من سنة نيرون هو كون المهار يعني الشيخ رحمة الله عليه رحمة واسعة يقول تألمت بالطعم حزينين يا ليت رب سبحانه وتعالى ويا ليت رب سبحانه وتعالى سيت قانقا بزح قانقاتات يقولون تتخون رب سبحانه وتعالى لماذا؟ ليبلغ بذلك دين الله سبحانه وتعالى عندك سبات ما انت دعوة تقول الله والله يا اخوتي سبحان الله قد ما خلي ايام المال يعني قنينا او كلنا حد سبحان الله تري حدث بزح نقر اللي هو بالبوف لكاز دلي لكن فارغ اللغه مونغو خاص لزراخ قانقا سلا زيله نسحيه نسخات حيه حجي كان يسمي من سي زار لك بولو خمس بلنعو ممكن السلماني خمس دلي راي يفتح كان فتجد نفسك انك مكبوت ودك ان تتعلم اللغات تبلغ بذلك دين الله سبحانه وتعالى لذلك يعني أنا أتاكد لكم بزح قانقا مفلات بنية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كتب زحوي قباكم النبي عليه الصلاة والسلام نحاد صحابي سليل ومنا بلدة من البلدان ليتعلم اللغة العبرية زنا اليهود زاروا القانقا نعون خمها سيد يقول في خلال 20 يوما أتقن اللغة الله أكبر طبعا كانوا رؤوسهم ما شاء الله يعني حافظوها لغة تمام فريتوها مزيد طبعا زنتاي قبل الحجي دين الله عز وجل كان صحيح خير رجل واحد دخل كم كل خاف ولذلك يا إخوتي أنا أنبهكم على شيء لحد أن استقدتكم دعوة لغيركم دعوة قبركم يا أخوتكم دخل كم كل خاف من قدي إن لم يكن لك لسان إن لم يكن لك يعني كثرة العلم اتهزل لا تكا صحفت لا تكا كتابا لا تكا قد دخل كم كل خاف كده من قدي اتي ثقافة ناتكا دين ناتكا نشر نايدينك قبل سعر قبل هبوا كلمتين أبقى فيها قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم أو دعوة إلى الإسلام هبوا لم يألوا لربما هذه الكلمة ممكن تعمل يعني بعد 10 سنين يعني عصرت عملت ممكن تأثر في هذا الرجل وتأتي يوم القيامة الله سبحانه وتعالى أحمد سنكر لخاء يوم القيامة في صحيفتك رجل اهتدى بسببك افتبوتاناتك في صحيفاناتك أو رب سبحانه وتعالى بسبب ناتك حدث نبدين الإسلام ذات وقت ركب الله أكبر النبي عليه الصلاة والسلام تايلو لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس لحد حدثت بسبب ناتك أبدين أتيو أبهداية أتيو كم تايلو تكايلو من النبي عليه الصلاة والسلام مما طلعت عليه الشمس تايم على ها من الدنيا كلها من الدنيا كلها خير لك أن يهتدي رجلا واحدا بسببك بسبب أنك حدث بحطاب هداية آتيو كاب الدنيا بملئتا نعخي من سكاين من النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر ولذلك لا بد أن تحمل تي من قدنا كاتنبرز لك نبرة أحمل في طياتك تي نلقى علامة كل شعتك خونا له دعوة انظروا أهل اليمن جزاهم الله عن الإسلام خيرا من أوائل أهل اليمن تايقوا يا رب لتجارة له بعد الفلبين اندونيسيا كل ذات يوم
أكبر دولة عدد سكان المسلمين هي تعديها إندونيسيا بسبب تعدي ما مسلمنا بالتجار تجار يا سلام بمعاملة التجار طرح يمثل اليوم نحن مسلمين كم زينا نحن خمسين خلاص اليوم حج أكبر عدد سكان المسلمين أفتعدي لكم أهل الفلبين كذلك ب5 أيام لذلك كل شعب سخاء أفتتنا برلزل قاعدي تنوي أن تكون مصباح هدى للناس ولذلك أوصيكم أن زي وصية ناتي كتحزوا تسفاقنا زي وصية ناتي زي كتحزوا تسفاقنا تلك كل شعب عاقبر كل شعب زاد عازياء يترسعون اللهم اجعلني مباركا أينما كنت إيش الدعاء؟ اللهم اجعلني مباركا أينما كنت مفتاحا للخير ومغلاقا للشر هذا الدعاء كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم زي دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كهم من فالسخاب كل شيء عند حتى أزاد وعزي أدخون بالنيركا رب سبحانه وتعالى يوفقك أبسخلك يا بوتا تايك تكونيخا مفتاح للخير تكونيخا سبات بقى بسبب كان عبدين كاتويا بسبب ناتكا يعني رب سبحانه وتعالى خفر حيام زخونا منكر بسبب ناتكا تتوكب اليوم النبي عليه الصلاة والسلام تايلو صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام من أبخل الناس يا أخوان من إذا ذكرت عنده لم يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلوا عليه اللهم صل وسلم وزيد وبارك على عبدك ورسولك دائما من نبينا عليه الصلاة والسلام أتفيكم ليت حديث كم شيخ تنطوى بينهم بس اسم سارة يعني لكن عاجز مبكر دائما اللهم اجعلني مباركا نعم اللهم اجعلني مباركا أينما كنت زد عازي كل شع كتب الزح يقبأك لأنه أبزخرك يخيك نعم تحديث كبلاز قاله النبي عليه الصلاة والسلام تايلو إن من الناس أو إن من عباد الله عز وجل إذا رؤوا ذكر الله سبحانه وتعالى الله أكبر سبات اللوسي دحر داري خيو رب سبحانه وتعالى تذكر قصم تاريخ خيو رب سبحانه وتعالى تذكر يا الله عجيب والله كيف رب سبحانه وتعالى تذكر زم سواسياتهم مما يحملونه من نور الإيمان في صدورهم تنور الإيمان عبد البوز له تغيروا أشاع في وجوههم قلسناتهم رب سبحانه وتعالى نور مليء وزم سواسياتهم ولذلك نحر داري خيو تذكر الله سبحانه وتعالى الله أكبر نسأل الله أن يجعلنا منهم لذلك أفتزل خيو وتأبزهل خيو هلخا لا بد أن تقصد دعوة إلى الله سبحانه وتعالى بذلك سبعي بسبعي لكنستيو بلكنستيو كذلك بفلا يا حواتي لكنستيو سمعا زلخر السخات كانت موطناتكم بوتاناتكم حساسة وانستيتن بحر داعا كاب سبعين العلي نسا دعوة قبل تخيل كمي نسا أكلادنا أنا يسلمنا أكلادنا أفولي أكايد أفولي كذلك الزارباء فولي كل ناتا إسلاميتي خمسة إسلاميتي كنت أبكدانا رب سبحانه وتعالى تايلوا جلباب نختقبر عزيز ورب سبحانه وتعالى أب الزارباء رب سبحانه وتعالى كسلا نخت الزارب ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض أب الزارباء خمس إسلاميتي تكون كم جلوا رب سبحانه وتعالى أكياي داء كم إسلامي تقطعوا كم جلوا رب سبحانه وتعالى عزيز ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن لرب سبحانه وتعالى نيقول خنك الكلام كله جحنا بالكنا يتخيلا لتزينا نات كلمة تسعود كي سمعوا ويلماني انتهى حديث كم زلنا هنا تحتها كيف الله يذكر رب سبحانه وتعالى لذلك المرأة المسلمة ليست كغيرها سبيتي كم كان أيقونتي إسلامي تختبها كلها الساحي زعتو زلا بوتا عبو بوتاي فكرنا الزراربا أكايدا كله نا إسلامي من قد خون يقبا وكتفرح يقبا كن
من قدينا يتن كافرات كابدين الوزاء عن استخوان كي تخلى اتق الله يا مرأة ربخت فرحي قباكي دين كخت حزين قباكي لأنه اتما بتحتي خزلو أمانة أيوه نشر ثقافة إسلامية نعاتم كتقبر الله أبا كلام الأم أبا زرار الأم أب دين ناتم قرآن نختقرئيو دين نختفلتيو نسخن نخت سعرين يمكن نختفلتي كل زيتات أمانة رب سبحانه وتعالى أسكيب كل الآخر لمن تاي رب سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام تاي لم تنكح المرأة لأربع يوم سبيت خط مرعوان كل خن أربعة نقرات خط مرعوان النبي عليه الصلاة والسلام لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها شعنتاي لما مجرش على دينها مصبري فاظفر بذات الدين تربت لك مرزت خنقات عدين زلوا مرزي كي تخسر أبخسارة تودق ليش؟ دين زي بالله نحرد أخويناتهم لك أخو كذلك خما أخوتي لأنه أغلب الأوقات مسمنهم دعابي غربت مسدية لله لذلك إن كانت المرأة نحرد على سبيل الدين تفلت نحرد أخوينا دك أخ تحلف ولا يقبع دي تفلت أخوينا آخر عفى الله عما سلف لكن كان حجي كت إلى دينا حيزا كتب مهاري قبع دينا تفلت يقبع من تنتم ذرية أنا تاخد تحلف ولا سبحانه وكتب لي بالله أنا بزوج وانزي يعني أين خيرنا ديني إلا مخامتين أخذ المهار مشايخ إلا وقال خيب بهال بفضل الله عز وجل بزوج والنازي كل عينة وسائل تلفزيونات لله الحمد والمنة بزوح كذلك بالتوك له بزوح له كذلك بيوتيوب بزوح له ولا إذا نيش تيتخون كمان ناي تقرينا ناي بالتوك له ناي يوتيوب ناي بالتوك له ولا تناشتي هنا تزقبات زي بس لكن تناشتو ديننا تحت فترة سكبة يعني عدل الله وسحت نازيها لذلك كنت كغايب باك نحواتي من تاي من تي صباح نقول رب سبحانه وتعالى كي حتى رب سبحانه وتعالى تم ذرية ما تكملتي خير ما تم كتريا له ما بالدنيا أو الآخرة أنت زي كوينو رب سبحانه وتعالى حتى كيو زي أمانة زي كيو زي الأخي ويد ماني لحدها في كيو أمانة حيث كيو للأخي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح نساءنا ونساء المسلمين كذلك الرجل تسمع لما ننتهى قبل يقبأ يعني كقدس يقبأ ترحنا الدنيا موقعات راح تخون يقول تهمناته أول الهموم ناتو تاخذ يقبأ دين الله عز وجل قبل يقبأ قدام أن التيسرع ديننا تكسرع يعني حجي ليش يعني قصة عينة النبي عليه الصلاة والسلام تزاربوها النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة خزاربوه جميعهم تايلهم صحابة إلهم دجال أبآخر الزمان كما تسير دجال كبهال كله يا إخوتي الدجال مسيح الدجال خلقاناته مخيفة أفضاتراناته بالطعم زفر حفظاتران النبي عليه الصلاة والسلام تذكرنا كله كأن شعره هي الشعر شجري له كم زي قرب فحد بلد كومي تشوغرنات له أجعد الشعر وأحمر والنبي عليه الصلاة والسلام كمون النبي عليه الصلاة والسلام تايلو إلهم عينه اليمنى عوراء يعني حتى عينه يماني عينه حورتي عينه ويماني يعني ملموسة عينه كم تلمس ست عينه كأن عينه عنبة طافية عينه كم زي عنب كما عاد وزت عين ماني لو النبي عليه الصلاة والسلام شوفوا خطراتنا كله ضخامة ناتو عبيت ناتو جبل قياناتو كقوي كله نسو أبي عاد خمسة من تخنقرنا كأنه ريح استدبرت كأنه يعني غيث استدبرته الريح لما النبي عليه الصلاة والسلام كم زي مطر نفاس كدفوا كله ثري ولا هو أبي لي بس حشروا حتى تزوجت ولا لا أخوان نفاس دلوا معي هو بلا دلوا معي جزاها غير كرفي لا ها أحسنت كم زي أبع تايلاند جلسوا خانة مالتي حجي إذا فترة زي أبي عد زي أطوع عدي أقوله وفيتنا ناتو الماني عظيم نمريت تايب لا أنبت يبلا أبكل زرع لا تزتوقل لسماء ما يولد لا ما يتولد
مسوق جنة ونار تبهر على وايد من النبي عليه الصلاة والسلام لكن تاي لمنا إتا جنة ناتو ناريا إتا نار ناتو لماني جنة على النبي عليه الصلاة والسلام دا أمن سبوه استخاخ ربي بحر دايلوه نافتا جنة ناتو يتوه وهو دخل في النار دحر دا لا أنا أمنني باخ ربي رب دحر دايلوه خان أمتا يتوه نافتا نار ناتو يتوه استخاخ جنة نعوه وهذا الرجل من فتنته خفت فتنة ناتو النبي عليه الصلاة والسلام تايلو إلو يأتي إلى قبر له ناب قبر مجلس تايلو نحد تايلو دحر دا أنس رب خاي تأمن له لا أمن كان تايل أبو خان أبي خان دحر دا تسيل كخاب قبري تأمن بعد ورديك تسوقها قبر دحر تسيل كان لا أمن كابله فيقول للقبر إيش قم يتقبلوا لا تسوق فيتمثل أجنان من يمثلوا بابون بدين يمثلوا يتسوا فيؤمن به فتنة عظيمة ما من نبي إلا وحذر من فتنة الدجال كلهم أنبياء بفتنة الدجال أتنكرهم عظيم بخنا فتنة زي فترة الزلوة تخيلوا دقيقة وعدي لندمان بجكا مكان مدينة كم زينو بحر حدث الدفر إحنا قرمتي يعني تزاري بكا يمثل له قالت أيلو كاتاي تحسب صراحة نتز نقرأ كادو لون تاي تبلو جماعة نبينا عن هدم تاي تبسافر لا يأخذ محبئن تاينا هنسرع تعترينا هنسرع والله ورقادنا دي بعدنا هنسرع حسابنا يصير كله 50 خاوي شعور تخيلوا 50 مش نقروا النبي عليه الصلاة والسلام تاي لو حاتي تم صحابه تاي مسلكم تاي محاتي ها؟ والله زبلي كيف النجاة الصلاة؟ ها؟ النجاة ايوه كيف النجاة؟ شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام تايلم هو سيعمر يعني او سيعيش 40 يوم 40 يوم إذا قدمت معلتي كسنة يعني إذا خليت معلتي كشهر تساسيت معلتي كأسبوعين إذا انترف معلتي كم زناتنا معلتات إذا قدمت معلتي كم حنت سنة أزبلوا كم عمت ملئتي أزبلوا لك عمت ملئتي شدش تورحي صحي شدش تورحي صايماتي تخيل يعني خلق عظيم زي يعني مصيبة دخلنا فترة ما إذا خليتي يعني شهر تقمت لها عسرتها مجتمعات تسلمات عسرتها مجتمعات لها برهان شيء محير كم بالنسبة لهم صحابة تخيل حتى خبزات بنا احنا بين محرمنا بجبل أحد يخحب أنا ولا مسجدنا ولا طول أتينا نقبر قال الصحابة رضي الله عنهم ولذلك يا أخوتي لا يوجد أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاطبة منذ خلق الله الأرض ومن عليها أفضل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأنبياء والرسل دحلي أنبياء رسل لوخاتنا يا رب سبحانه وتعالى بدحلي كاب أصحابنا النبي عليه الصلاة والسلام ببلت ولا حاجة يلا ألا لعنة الله من يلعن على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أخزهم اللهم إنا نتقرب إليك ببغضهم إذا سبات زياتهم تايلم حديثهم قالوا يا رسول الله في اليوم الذي يكون فيه كسنة هل يكفينا أو هل تكفينا صلاة واحدة يا رب يا للهام أبزم معالت زسي اتاح سنة تخون الله معالتي دعما تخون الله معالتسي حتى سنة تأخلنا ولا خلي جرنا إنا نسكت يا سلام يا جماعة هاي بحال لو تهون شافخ مسكم يموني قلنا لا تبحالوا كله صاروخ مسي قلنا لا تبحالوا كله سي بين المحبية قرأت دليل بل كم زعينة حتى نحر دا حديثك قمة الإيمان النبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم كيف يصلوا كما يقولون كم تسجدوا نبينا عليه الصلاة والسلام نجرهم من صحابة صلاة لذلك يا أخوان أكبر هم من صحابة تايلوا
دعابي نقرأ بحياتنا تم بسرعة وزنبر تاينير هو الصلاة أو هو دين الله عز وجل. دين يا رب سبحانه وتعالى قدام النتا بحياتنا تم بسرعة وزنبر نقر هي يرمي صحابة رضي الله عنهم. ولذلك الله جل وعلا ذلل لهم الدنيا وبشرهم بجنة عرضها السماوات والأرض. لذلك نايم جنة يا نايم جر الشام همنا كقد كله صراع الدبة ديننا كخول بدحري وتا بشارة نعطيك حبكم الستايا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تقوى الحمد كان رب سبحانه وتعالى. رب سبحانه وتعالى أبيدي أليس الله خالق السماوات والأرض؟ من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن يدبر الأمور؟ من يحيينا ومن يميتنا ومن يرزقنا أليس الله سبحانه وتعالى؟ ربي سهول قبر الناس له دحرد عن رب سبحانه وتعالى حفيزنا دحرد عن رب سبحانه وتعالى جينا تنقدمت قرنايو رب سبحانه وتعالى تخقبر النايو حال ناتنا كله خسر حالنا يا رب سبحانه وتعالى. فنسأل الباري سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وأن يصلح لنا أمور ديننا ودنيانا وآخرتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كي قدموا من السماء قدموا تطور كيف طيب السؤال: هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد؟ طبعا المرأة الحائض لا تدخل المسجد، لا يجوز لها المكوث في المسجد، لكن إن كان هنالك يعني ملحق للمسجد، إن كان يوجد ملحق للمسجد بإمكانها أن تجلس في الملحق إذا كان لا يعتبر من المسجد. إذا كان لا يعتبر من المسجد بإمكانها أن تكون في الملحق ملحق المسجد وتستفيد تستمع فيه المحاضرات والدروس والآخرين. يعني سبيتي بحدا حيضا لو أخوينه المسجد أتياء أو كوف كتبل أي تخيلنيا تايدا قبل قلوا بحدا ملحق على أخوينه أي المسجد تابع كمسجد وزاي وتأخذ لبعض الانحراء لغينه أو غينا درس قد سمع محاضرات سمع تخيل، لكن المسجد وشتي كوف كتبل أي تخيلنيا والله أعلم. أما قراءة القرآن للحائض إذا كان بالمصحف فأهل العلم يقولون أنه لا يجوز. الحرد بمصحف قينو القرآن حيزاب مصحف كتكرر أي تخيلنيا، لكن عن ظاهر القلب كبحفظ زناتا كتكرر تخيلنيا من حفظها تستطيع أن تقرأ المرأة الحائض كبحفظ زناتا قرآن كتكرر تخيلنيا. أما الحرد مهاريت قينات قرآن ناتا غيت أفعال الحرد تفرح قينا بإمكانها أن تمسك المصحف بحائل يعني بقلة جيرا، يعني متحاز قلة جيرا تيتقبل نعوب قنسيلا كتكرر تخيل. كذلك أبزور أن نتبق عدنا كاتي مدرب في مصحف إلكتروني، يعني قبل مصحف المدينة قبل تبنيت أعتقد وصول تخيل نسلو كمصحف إيلات حزوز الله أي حسابني كون كتكرر شيء قريب، يعني بإمكانها أن تقرأ بالمصحف الإلكتروني وتقرأ منه ولا يعتبر هو أنها مسك المصحف والله أعلم. نستعيد الله المستعان. يعني هذا السؤال الحقيقة يعني أنا لست أولى به أن أسأل لأنه أنا المقصر، فإذا تكلمت سيكون صاحب الوضاعة المزجة يذكر غيره. لكن هو الحال يعني الإنسان يستعد لرمضان كما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يستعدون، كانوا يستعدون لاستقبال رمضان بالصيام. يعني بعد رجب النبي عليه الصلاة والسلام يقول لشهر شعبان ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس. كذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول
أن أكثر صيام النبي عليه الصلاة والسلام بعد رمضان كان في شهر محرم، كذلك شهر إيش؟ شهر شعبان. شهر شعبان بزح يصوم يروم النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك قراءة القرآن، نسأل الله أن يعيدنا إليه وإن كنا مقصرين. فبالطاعات إن استقبلنا رمضان فيكون ذلك إيش؟ أننا حببنا إلى أنفسنا الطاعات واستعددنا استعدادا لائقا، وبذلك بإذن الله يجعل الله سبحانه وتعالى لقلوبنا مودة لطاعته بإذنه سبحانه وتعالى. نعم. عندي سؤال.